وانا بقلب شفت البوست ده على جروب من الجروبس بتاعه الماميز، ولفت نظري قوي الكلام المكتوب. هي حست انها بعد الجواز والخلفه شكلها اتغير قوي، وشها بقى باهت، ما بتحبش نفسها في الصور. فهل فعلا وشنا بيتغير بحقيقي ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ الحقيقه ان هي عوامل كتيره قوي. اولا طبعا الانشغال، مفيش وقت، مفيش اهتمام باساسيات روتين العنايه بجلدنا، ممكن جدا ياثر على ملامحنا بشكل قوي. عشان كده تصليح حاجات زي دي بيبتدي ان احنا نعمل سكين كير بسيط بسيط خالص. الاساسيات، كلينسر، ترطيب مستمر للجلد، ناخد بالنا قوي من استعمال الصن بلوك. ممكن طبعا حسب المرحله العمريه ندخل حاجه خفيفه في السكين كير بتفرق جدا في الملامح، زي ريتينول، هيالورونيك اسيد، نياسيناميد، حسب الكيس. غير كمان ان في سيشنز ممكن نعملها بتاخد وقت قليل، الداون تايم بتاعها تقريبا مش موجود، بنقدر نمارس حياتنا بعدها. ممكن نتعرض للشمس مفيش مشكله، زي مثلا لو في لوس للفوليوم او ساجنج، او الوش محتاج تظبيطات عن طريق الفيلر، ولو حتى فيلر نضاره هيفرق قوي في الملامح. السكين بوسترز، جلسه مايكرو نيدلينج او ديرما بين، في اختيارات كتيره جدا ممكن نعملها تدي حبه جلو ونضاره وتفرق قوي، ونعملها كمان على فترات طويله، فما نبقاش حاسين بمشكله زي دي.